في مصر. بعد بيان العاهل السعودي بالأمس الكثير من الدول تقريبا صمتت إلى حد كبير، لكن من الواضح أن أردوغان لسه عنده أمل في أن يبقى في نوع من أنواع إثارة البلبلة وإثارة الفتنة وإثارة أمور كثيرة جدا في مصر، كلها أمور سلبية. يعني ما يبقى في دعم لهذه الجماعة المسلحة الموجودة في الشارع المصري يبقى أكيد أن هو بيثير عدد من الحاجات كلها سلبية، ما ينفعش أبدا إن احنا نقول عليها إيجابية. لكن بدل ما أفضل أنا لا أقول وأنتقد وأقول رأيي وأحلل الأمر، نرحب الأول بضيفنا الكريم وهو المهندس باسل عادل، مساعد أول وزير الرياضة وعضو مجلس الشعب السابق، وأيضا حضرتك عضو الهيئة العليا بحزب الدستور. مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. التصريح ده شفته إزاي؟ بتاع السعودية؟ لا، تصريح أردوغان بعد أوكي. كل ده. يعني الحقيقة أنا شايف التصريح ده جزء من العناد الشديد جدا مع رغبة الشعب المصري وإرادة الشعب المصري.